موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة والمعلق. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك من خوض مباراة في غاية الأهمية في مستهل مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد بلاك بولز. ويلتقي الزمالك مع نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك اليوم الأربعاء والموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وذلك في مستهل مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية. ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الأفريقية رفقة أندية المصري البورسعيدي وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق. الزمالك نجح في حصد لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي للمرة الثانية في تاريخه، حيث كان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين بدور ال 32. أما موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز، تقام مباراة الزمالك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أما عن القناة الناقلة، من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد بلاك بولز عبر قناة بين سبورت 2 بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية. أما عن معلق المباراة، سيتولى مهمة التعليق على تلك المباراة النارية المعلق الرياضي الكبير محمد فوزي. وبكده متابعي الكرام نكون نهيت حلقتنا، يا ريت تتوقعوا معانا نتيجة المباراة في الكومنتات تحت، وانتظرونا في الحلقة القادمة. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.